التعود التام مفيش تغيير. دابورلاند أقوى الاستوديوهات التحليلية يعود إليكم لتعود متعة التحليل الرياضي. استاد كورة اف ام. طيب يعني في فكرة برضو مطروحة دلوقتي يا كابتن سامي وكابتن شادي، ان مباراة الدور الاول اللي هي مباراة يوم الخميس تبقى من تنظيم النادي الاهلي، ومباراة الدور الثاني تبقى من تنظيم نادي الزمالك. يعني ايه دلوقتي المفروض يوم الخميس اللي جاي ماتش الزمالك، يعني هو اللي ينظم الماتش وكده. ففي فكرة كده ان الزمالك يقول للاهلي او الاتحاد الكورة طب خلي مباراة الدور الاول بتاعت الاهلي والاهلي هو اللي ينظم، ومباراة الدور الثاني تكون مباراة الزمالك، يقلبوا زي ما حصل مع الاهلي والمقصة. دي فكرة كويسة، بدل ما ناخد النادي كله والناس اللي هتبقى موجوده في الثاني يوم في استقبال رئيس الوزراء من نادي الزمالك وتبقى الازمه اللي قال عليها سياده المستشار مرتضى منصور، يقلبها النادي الاهلي هو اللي يجيب بقى طبعا الامن بتاعه ويجيب مجلس ادارته ومدير عام النادي والناس اللي تامن وخلاص وننقل ده مكان ده. يبقى دي انا شايف ان دي فكره كويسه. يعني دي فكره كويسه. بس النادي الاهلي اقول لك على حاجه، كده الماتشين هيتلعبوا في برج العرب، دي مسميات احنا بنقول. يعني دلوقتي النادي الاهلي لو هو فعلا سياده الوزير عشان هو راجل مركز في افتتاح النادي وفاهمني. بص عشان في حد بعت رساله وانت بتتابع كده عشان بتهتم برضو باراء الناس، فتحت الموضوع عشان بتهتم باراء الناس. لما بيبقى تنظيم نادي الزمالك، عشان محدش بس يزاد على كلامنا، لان احنا ما بنقبلش بحاجه غلط وما بنقبلش غير بالنظام. نادي الزمالك عنده سياده رئيس الوزراء راح يفتتح الحاجات اللي قال عليها الانشاءات الجديده، الانشاءات دي. بالتالي امن النادي هو بيروح بيساعد الامن داخل فلازم يبقى موجود عشان افتتاح سياده رئيس الوزراء، مش اي حد. لو مدير عام النادي راح العلاقات العامه ومدير عام النادي بيبقى بيسافر والناس المسؤوله داخل، فلو هو يبقى يتحول لماتش النادي الاهلي ويروح امن النادي الاهلي والكلام ده كله، ايه المشكله؟ المانع يعني ما حصلت مع المقصه، ما دام حاجه حصلت وعشان بس اهم حاجه ما تخرجش عن المربع بتاع النظام اللي احنا متفقين عليه. في مباراه في الميعاد ده لازم تتلعب عشان ده جدول محطوط. طيب عايز اقول لكم بس ماتشات الدوري اللي هتبدا يوم الثلاثاء. خلي بالكم النهارده مباراه الزمالك والشرقيه، مباراه مؤجله لنادي الزمالك من الاسبوع الرابع لبطوله الدوري. يوم الثلاثاء اللي جاي هيبدا الاسبوع ال17 اللي هو اخر اسبوع في الدور الاول. سموحه مع النصر التعدين ان شاء الله هيكون يوم الثلاثاء الساعه 5 والساعه 7:30 ام بي وطلائع الجيش. يوم الاربع طنطا والداخليه في ملعب طنطا الساعه 2:30، وبعدين وادي دجله مع اسوان في استاد القاهره الساعه 5، وبعدين المقاولين العرب مع بتروجيت في استاد المقاولين العرب. يوم الخميس مفروض الزمالك والاهلي في برج العرب الساعه 7 المفروض. يوم الجمعه هيكون اخر يوم في الاسبوع ال17، لقاء المقصه والشرقيه، ولقاء المصري والانتاج الحربي والاسماعيلي والاتحاد السكندري. دي اخر لقاءات الدور الاول. وانا يعني انت عارف انا بحب نتكلم في كل حاجه، واحنا بنقلب في النت كده بنقعد ساعات واحنا قاعدين في الاستوديو مع كابتن سامي وكابتن شادي واحنا بنتفرج على الماتشات، بنقعد نشوف الناحيه السياسيه، نشوف يعني الناحيه الاجتماعيه، نفتح على الفيسبوك نشوف ايه الجديد. الثقافيه الله عليك يا كابتن شادي، هايل انت في الثقافه كمان، هايل وتقيل جدا. المجتمع ده هينضج بالعلم ان شاء الله. الله عليك حضرتك، يعني عالم فلكي ولا طيب عايز في ورقه تحفه، يعني ورقه كده منشوره، ولد صغير عنده حوالي كام سنه كابتن شادي؟ استنى هقول لك. لا صغير، يعني عنده حوالي مثلا 6-7 سنين. 6 سنين 6 سنين او 7 سنين. لا اكتر شويه، 8 سنين. في 5 ابتدائي. 5 ابتدائي يبقى كام سنه؟ يبقى 11 سنه. 10 ونص. انا ابني في ثانيه اعدادي يبقى 10 ونص 11 10 سنين. 10 ماشي. بعت جواب لامه لوالدته، الولد بيقول لها امي الحبيبه برجاء، هو كاتب بخطه بقى، خط فعلا ولد عنده خط عنده ولد صغير يعني، فاحنا الخطابه هم نشوف هتلاقوه في الفيسبوك اعتقد او على السوشيال ميديا في النت. قال لها امي الحبيبه، ولد صغير عنده 10 سنين بعت جواب لوالدته، قال لها امي الحبيبه برجاء زياده المصروف من 5 جنيه الى 10 جنيه. هي بتدي له مصروف 5 جنيه، فبيقول لها عايز ازود المصروف من 5 جنيه ل 10 جنيه، لان ال 5 جنيه ما بتجيبش حاجه دلوقتي، ما بتجيبش الكيكه اللي انا بحبها. والكيكه اللي انا بحبها هو كاتب اسمها بس احنا عشان ما ينفعش نقولها عشان الاعلان، والكيكه اللي انا بحبها ب 4 جنيه،
بدل من كانت ب 2 جنيه وبقت ب 4 جنيه، وكاتب ولا حول ولا قوه الا بالله وشكرا الامضاء احمد 22/12/2016. حاجه بص يعني فعلا ولد صغير، الراجل مش عارف بياخد 5 ده جنيه. الاسلوب اللي بيخاطبوا بيه الجيل الجديد. فالراجل الولد يعني ظريف جدا، عامل خطاب لامه مكسوف منها ولا ايه، فبيقول لها يعني زودي المصروف شويه 10 جنيه عشان اجيب الكيكه، وعشان برضو اقدر ايه يعني اتعامل، ما بقاش كيكه وما فيش حاجه تاني خالص. ما هو بقى هيستغل الموقف ده، خلي بالك ده قمه في الذكاء. ما هو ممكن بعد والدته شهر بقى ولا حاجه تبقى ب 10 جنيه، فهيقول لها زودي المصروف لتحت 25. والدته بقى ايه بتقول ايه، احمد ابني فاجئني والنهارده بالورقه دي وقال لي انا، وهي بتقول يعني انا بديه 5 جنيه كل يوم مصروف في المدرسه غير مصروف المواصلات 5 جنيه وغير السندوتشات اللي هي بتعملها له، علما بانه في سنه 5 ابتدائي. فكاتبه بقى والدته بتقول ردوا انتوا بقى بلاش انا اللي الحاجات غليت جدا بصراحه يعني. دي حقيقة. ما غليت كمان مش 20 و25، بتتكلم 100%. لو بص مش عايز يعني اقول شعارات وطنيه والكل يزايد على الكامل هقوله، بس لو هي حاجه خلينا يعني في الكوره يا كابتن شادي، خلينا نروح للعميد ثروت سويلم. مدير التنفيذي لاتحاد الكوره دي من الصبح. عايزين نعرف القصه. استاذ مرتضى منصور قال لك انا ما عنديش مشكله العب الماتش، بس حلوا لي زياره وزير ورئيس الوزراء عشان افتتاح المنشآت في نادي الزمالك. وانا قال لك انا عايز العب في بيترو سبورت في استاد القاهره، بس مش هروح برج العرب. سياده العميد ازي حضرتك؟ بخير يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. تحياتي الكابتن شادي والكابتن سامي. الله يخليك، بيسلموا عليك وعمالين ندور عليك من الصبح مش عايز ترد علينا. لا تؤمرنا يا كابتن، لا تؤمرنا حبيبي يا سياده العميد. عايزين يعني ايه الجديد في ماتش الزمالك والاهلي؟ الجديد يا كابتن ان كان في حوار مع الاستاذ مرتضى منصور في اطار ان هو طبعا وجهه نظره ان الزياره بتاعت يوم الجمعه دي زياره مهمه. رئيس الوزراء و17 وزير هيكونوا في نادي الزمالك، فهو بيقترح ان الماتش يكون ماتش النادي الاهلي والماتش الجاي يكون ماتش الزمالك. ايوه. باعتبار يعني بيوضح ان هو مش المقصود بيها ان هو ما يلعبش، مش المقصود بيها ان هو حابب. هو لسه قايل لنا الكلام ده يعني من ربع ساعه، بقى حوالي نص ساعه بنتكلم معاه. فبالتالي حضرتك كابتن كريم الكلام ده هعرضه دلوقتي على طول على الكابتن مهندس زينب ابو ريده وعلى الكابتن عامر حسين وعلى المسؤولين في النادي الاهلي، واعتقد ما فيش يعني في مرونه في الموضوع يعني هي وجهه نظر برضو ان هو مش عاوز يتحمل مسؤوليه التنظيم في اطار ان عنده حدث واحتفاليه يوم الجمعه عاوز يركز فيها، فيعني وفي اطار برضو ان حضرتك الماتش الاهلي والزمالك الثاني برضو مش هيكون في القاهره، يعني اعتقد برضو الاقرب هيبقى في برج العرب بالظبط. فبالتالي الموضوع يعني ان شاء الله باذن الله احنا معانا الموافقه الامنيه باقامه المباراه في استاد برج العرب يوم الخميس. يمكن موافقه استاد برج العرب والامانه العامه لسه ما وصلتش اتحاد الكوره، لسه ما وصلتش. لكن طبعا انت عارف. طب انتوا خدتوا موافقه شفهيه حتى او يعني استطلعتوا الراي هناك؟ لا يعني هو بص يا كابتن كريم، موضوع الامانه العامه طبعا هم دايما يعني الحصن اللي احنا بنلجا له في ازمات الكوره، يعني استاد برج العرب ده يعني هو الملاذ لمشاكل اتحاد الكوره او مشاكل الانديه، اي ماتش فيه صعوبه وكده، فبعتقد ان مش هيكون في مشكله في انهم يستقبلوا المباراه، ولكن بتاخد وقت شويه، لكن ان شاء الله باذن الله الامور مش عارف، حاسس ان انتم يعني كلكم كده مش عايزين تلعبوا الماتش، اتحاد كوره وانديه مش عارف، حاسس كده. كريم بالعكس كان ممكن لو حضرتك بتقول كده وزي ما الناس قالت ان الجهاز الفني كان عاوز كده، لكن اتحاد الكوره تحديدا مهندس هاني ومجلس الاداره الكابتن عامر حسين لجنه المسابقات، لا في حرص ان الماتش عشان برضو تنهي الدور الاولاني بالكامل. وبعدين مجهود كبير يا كابتن لجنه المسابقات قدمته في الدور الاولاني، مجهود كبير من اتحاد الكوره ومن مجلس الاداره انك انت الجدول معلن من اول يوم، كان في نظام محترم، فبالتالي انت برضو حابب انك انت تكمل على النظام الجابون وانت الدور الاولاني خلص وماتش، وده من اهم ماتشات الدوري ومن اهم ماتشات الدور الاولاني، فلا مش عاوز اقول لحضرتك لا احنا كان في حرص كامل ان الماتش يتلعب، وجالك مبررات كتيره يا كابتن كريم انك تاجل، يعني جت كذا فرصه انك تستغلها. الاهلي الزمالك مش عاوز الماتش، في امن ممكن نقول عندك داخل على احتفالات كبيره جدا راس السنه والاعياد الاخوه المسيحيين وكده، كان ممكن يبقى في تاجيل وكان مبرر مهم جدا للامن، لكن احنا لازم نشكر الامن على ان هم تقبلوا ان يتلعب الماتش ده في ظل الاعياد والاحتفالات دي. ده دور مهم جدا، عشان كده بقول لحضرتك ان شاء الله الماتش يوم الخميس وهيكون في برج العرب باذن الله. يعني ده بشكل نهائي؟
ان شاء الله باذن الله. سواء بقى الاهلي وافق على تنظيم المباراه او الزمالك هو اللي هينظم المباراه. ان شاء الله. حتى كابتن برضه يعني بعد اذن حضرتك يعني حتى لو النادي الاهلي طلب منه انه ينظم المباراه عندنا، لان برضه في الاول وفي الاخر هو وجهه نظر المستشار مرتضى منصور محترمه جدا ان في احتفاليه كبيره زي كده وفي تركيز في ان نجاح الاحتفاليه دي، في احتفاليتين في يومين ورا بعض عمليه صعبه شويه، فلما بيطلب حاجه زي كده. قول لي استنى لما نعم معاك يا سياده العميد، اتفضل. بقول لحضرتك يعني اعتقد لما يعرض على النادي الاهلي الكلام ده ما اعتقدش ان يبقى في رفض للقرار بان هو يتولى تنظيم المباراه. وفي اجتماع بكره الساعه 1 هيكون اللي هو شيرين موجود واللي هو علاء ملد موجود، وهنوصل للقرار ان شاء الله باذن الله بكره يا كابتن كريم. ان شاء الله سياده العميد. لكن المباراه هتتلعب يوم الخميس ان شاء الله. بقول لحضرتك هو بكره هيبقى في اجتماع، بقول لحضرتك الساعه 1 ده الاجتماع التنسيقي لتنظيم لان احنا عاوزين برضو نعمل الماتش زي النادي المصري، زي ماتش الاهلي والمصري، مفيش كشوف بقى واسماء وتدور على اسماء. كل نادي هيبقى معاه ايديات مع عدد. المفروض كام واحد كل نادي يدخل كام واحد؟ انا كان كلامي مع سياده اللي هو عادل رشاد اللي هو مساعد وزير الامن، واللي هو عادل التونسي مدير امن اسكندريه، ان يكون كل نادي 50 مجلس الاداره والاداره التنفيذيه والاعلام بتاعه وكده، على اساس يبقى العدد واضح وصريح لكل نادي. تمام. نتمنى التوفيق ان شاء الله لاتحاد الكوره ونتفرج على مباراه تليق بمسابقه الدوري وتليق بالفرقتين الكبار وتليق باتحاد الكوره في الفتره القادمه ان شاء الله. بنشكرك سياده العميد ثروت سلام مدير التنفيذي لاتحاد الكوره المصري. شجع كوره مع دوري عبور لاند. أقوى تغطية لمباريات كرة القدم المحلية والعالمية، كواليس حصرية من داخل الملاعب ننفرد بها. استاد كورة FM. تابعنا مع بعض النهارده ماتشين، مباراه في كاس مصر ما بين المقاولين وحرس الحدود. المباراه انتهت في الوقت الاصلي في 90 دقيقه 1-1. كان تقدم لنادي المقاولين العرب احمد علي في الدقيقه 88، وتعادل نادي حرس الحدود في الدقيقه 95 من عمر المباراه، يعني في الوقت الضايع مصطفى جمال بضربه راسيه. المباراه راحت 1-1، راحت للاكسترا تايم او الوقت الاضافي، برضه تعادل 1-1، لعبوا ضربات ترجيح وقدر فريق حوض يتفوق على المقاولين العرب 5-4 ويصعد فريق الحرس الى دور 16 عشان ينتظر الفائز من مباراة الزمالك والاولمبي ان شاء الله اللي المفروض هتتلعب في دور ال 32. يعني الحرس مستني الزمالك يا الاولمبي، ودي تبقى اول مباراة اللي هي مباراة الحرس والمقاولين النهارده، اول فوز لفريق من القسم الثاني على فريق من الدوري الممتاز الف. حرس الحدود النهارده بيفوز على المقاولين العرب. بكره ان شاء الله هنتقابل مع بعض الساعة 1:30، ان بكرة في لقاءات 4 لقاءات في دور ال 32 لبطولة كاس مصر. الاسماعيلي مع عرب الرمل هيكون الساعة 2 في استاد اسماعيلية، استوديو هيبدأ 1:30 بإذن الله. الساعة 5 المصري وغزل المحلة في استاد الماكس. الساعة 8 ماتشين، الانتاج الحربي والنادي مصر في استاد السلام، ومباراة مصر المقصة واتحاد الشرطة في استاد الفيوم. النهاردة كمان تابعنا مع بعض مباراة الزمالك والشرقية اللي انتهت بفوز نادي الزمالك 2-0 بهدفين احرزهم اسامه ابراهيم الظهير الايمن في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني اضاف احمد رفعت الهدف الثاني. بيرتفع رصيد نادي الزمالك الى 34 نقطه في المركز الثالث، ويتبقى نادي الزمالك لقاءين مؤجلين مع طلائع الجيش ومع مصر المقصه، لكن الماتشين دول ان شاء الله هيتلعبوا اعتقد في شهر 3 حسب بقى لجنه المسابقات والحاج عامر حسين لما يشوف وقت مناسب لاقامه اللقاءين. بشكر كل زملائي النهارده في استاد كوره FM، كان يوم مميز جدا. كابتن سامي شيشيني بشكرك شكرا جزيلا، وروح نام عشان بكره عندنا الساعه 1:30 استوديو. كابتن شادي بشكرك شكرا جزيلا، انا عارف انت سهير كمان بشكر كل زملائي في استاد كوره FM، محمد نور عن الهندسه الاذاعيه اللي كان متواجد معانا من بدايه اليوم، عمرو بدري اللي جه في اخر تلت ساعه الشيفت بتاعه. بشكر كمان زملائي في الاعداد احمد عبد العال وهشام محيسن، مجهود كبير جدا بشكرهم شكرا جزيلا، وشغل رائع جدا شغل التحرير هشام محيسن واحمد عبد العال. كمان بشكر مخرجنا محمد صباح مخرج استاد كوره FM، وبشكر تامر احمد المسؤول عن صفحه استاد كوره FM على الفيسبوك والسوشيال ميديا للبرنامج. كمان بشكر هاني عبد المنعم ومحمد عبد الله من شركه بروفيشنال ميديا،
وكنت معاكم كريم حسن شحاته. بكره ان شاء الله بشكر كمان كل مراسلين النهارده وكل مذيعين شباب ورياضه، وايضا معلقين اللقاءين اللي سمعناهم، كريم خالد كامل ومحمد الراعي اللي استمتعنا معاهم جدا النهارده. كنت معاكم كريم حسن شحاته. بكره نتقابل على خير ونكمل مع بعض لقاءات كاس مصر باذن الله. الساعه 1:30 استاد كوره FM هيبدا باذن الله. هذا البرنامج برعاية عبور لاند. هتعيش ويانا وتتمتع وكأنك في الماتشات، وهتسمع تحليل من الآخر وفي كل البطولات. عندنا على طول أخبار حصرية من جوه الكواليس، لقاءات من قلب الملعب ومن جوه الأوتوبيس. استاد كورة FM على 108. استاد كورة FM ما تجيبش محطة تانية. استاد كورة FM ده الجول بيجي في ثانية. استاد كورة FM مع كريم حسن شحاتة، كابتن سامي الشيشيني، كابتن شادي محمد. استاد كورة FM المنتج الفني بروفيشنال ميديا.